يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته للمباراة المرتقبة القادمة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وكانت آخر مباراة خاضها الزمالك في دور المجموعات أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة، والتي انتهت بفوز الزمالك ب3 أهداف مقابل هدف. وسيلتقي نادي الزمالك مع شباب بلوزداد الجزائري ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات في الجزائر يوم الجمعة المقبل 17 مارس في 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية وقطر، وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 وقناة تايم سبورت الأرضية. ويحتل نادي الزمالك المركز الثالث بترتيب جدول المجموعة برصيد 4 نقاط، ويتساوى معه المريخ السوداني في عدد النقاط، ويتصدر الترجي التونسي ترتيب المجموعة ب9 نقاط، بينما يتواجد شباب بلوزداد في المركز الثاني ب6 نقاط. وستقام مباراة الترجي التونسي والمريخ السوداني في الجولة الخامسة يوم الجمعة المقبل في 3 عصرا بتوقيت القاهرة، قبل انطلاق مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بساعات قليلة. وأسند الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك أمام شباب بلوزداد لطاقم تحكيم ليبي، وسيدير المباراة الحكم الليبي معتز إبراهيم. وفي حالة فوز نادي الزمالك في المباراتين القادمتين أمام شباب بلوزداد والمريخ السوداني، سيضمن بطاقة الصعود للدور التالي، كما من الممكن التأهل كمتصدر للمجموعة في حالة خسارة الترجي في المباراتين القادمتين.